601 at 2,000 meters for the steeplechase, and the American Michalski. さあ残り2周です。皆さん声援をお願いします。ニューリーメダル獲得なるか、また入賞レーンになります。さあ皆さん声援お願いします。Now Michalski has said, "Hey, I'm stepping up the pace," and he has left to follow. The Ethiopians are following. El Bakkali also making a move as well. What is Michalski setting the pace now? さあこのペースについていきたいニューリージ、皆さん声援お願いします。ラスト残り1周です。現在入賞ライン三浦龍司。さあ残り1周。About 1 lap to go here in the men's 3,000 meter steeplechase. The long distance races at Tokyo 2025. Proven to be quite exciting, especially at the end. And now Soufiane El Bakkali, as he often does, begins to press. صعيب عليا انني نتحدث معك اليوم، خصوصا انني كنت كنطمح باش انني ناخذ الميداليه الثالثه اللي على التوالي، ولكن الحمد لله على كل حال ما استطعتش. ولكن كنبغي نهدي هذه الميداليه الغاليه كذلك لسيدنا الله ينصرو صاحب الجلاله محمد السادس. كنبغي نهدي له هذه الميداليه هذه، كنقول له شكرا على الدعم ديالك. كنبغي نهديه للشعب المغربي كذلك، كنقول لهم شكرا على الدعم ديالكم. بصح صعيب عليا انني نتقبل هذه الخساره ديال هذه الليله هذه، ولكن كنجاوب بانني عطيت الماكسيموم، درت اللي عليا، ما قصرتش، ما هبطتش يدي. هذه هي الرياضه. جيت لاخر حاجز كان عندي تعثر، ما زدتوش مزيان، ولكن الحمد لله انا غادي نرضى باش يقسم لي الله، وهذه الرياضه الحمد لله. فمرة أخرى كنشكر والديا، كنوجه تحية للأب والأم ديالي، وكنقول للعائلة الصغيرة ديالي شكرا على الدعم ديالكم، شكرا للجماهير المغربية. وهذا هو، الله غالب. أنا ما هبطتش يدي، الحمد لله درت اللي عليا، ونتمنى إن شاء الله خير في المستقبل إن شاء الله. سفيان، دموع غالية علينا، وأيضا ميداليتك. أنت فزت، لا تنسى أنت فزت ولم تخسر اليوم. ندعوك إلى استعادة ثقتك بنفسك من جديد. إن شاء الله سنجدك من جديد على منصات الذهب. الطمع لدى البطل مشروع. لكن سؤال فني أثناء هذا السباق، هل كان بمش أقل خطورة من غيره كجيرما مثلا خلال السباق، أم هي مفاجأة فعلا؟ والله شوف، احنا كنا دايرين حساب سباقنا دائما، انا مستعد 100%. التضحيات ديالي كبيره طيله السنه من بعد الالعاب الاولمبيه ديال باريس، فخديت على العاتق ديالي بانني غادي نمشي وغندافع على اللقب العالمي ديالي. الخطه كانت مدروسه اليوم انني خصني نبقى في اخر السباق. انا عرفت العدائي اليوم
اللي الموالفين كينافسوني ايثيوبيين ماشي في المستوى الكبير، ولكن ما عندي ما ندير، يعني الاستراتيجيه حتمت عليا انني نبقى في اخر السباق، والحمد لله الخطه كانت ناجحه. كما قلت لك اخر حاجز كان اللي تاع الثور ما قدرتش انني نشوف، جاني الضبابه في عيني ما بقيتش كنشوف، دونك قلت اللهم نرجع خطوه اللور وندوز ولا نقدر نطيح. فالحمد لله غادي نرضى كما قلت لك، ولازم عليا نرضى ونتقبل هذا الفوز. هذا فوز بالنسبه لي لانني كنشوف راسي جيت من سنوات ديال الخدمه، من سنوات ديال التضحيه. فلما كنحصد هذه الميداليات هذه فما تصوروش انني كنحس بها، وانا كنحس بقمه العناء اللي كنعاني باش كنوصل لهذه التتويجات هذه. فمره اخرى شكرا للشعب المغربي والجماهير المغربيه والعائله ديالي، وكذلك ما ننساش المشجعين اللي كيشجعوا سفيان البقالي اللي لقيتهم واقفين بجنبي دائما، وكنتمنى ان شاء الله دائما نكون حمرت لهم وجههم، وان شاء الله في المستقبل نزيد نحمر لهم وجههم ان شاء الله. شكرا لكم كذلك انتم على الدعم، وشكرا